ذهبية، كان الطفل زيد يقف أمام حديقته الصغيرة بحزن. كانت التربة جافة والأوراق ذابلة، ولم تخرج الثمار كما تمنى. قال زيد متنهدا: لقد اعتنيت بها كثيرا، فلماذا لا ينمو رزقي وتكبر أشجاري؟ جاءت الجدة بركة ووضعت يدها على كتفه بحنان قائلة: يا بني، الرزق بيد الله وحده، وهو يزيده لمن يطرق بابه. هل عرفت سر مفاتيح الرزق؟ الاستغفار يفتح الأقفال وينزل المطر، والصلاة على النبي تمسح الهم وتجلب البركة في كل قليل. أخذ زيد بنصيحة جدته، فصار يسقي زرعه وهو يهمس: أستغفر الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شعر براحة عجيبة، وكأن هالة من النور تحيط به وتحميه من كل شر وسوء. بدأت الغيوم تجتمع في السماء، ونسمات باردة تهب على المكان. لم تمض أيام حتى أخضرت الحديقة وامتلأت بالثمار الناضجة. أدرك زيد أن ذكر الله هو الحصن المنيع والسر البديع لزيادة الرزق. هل أعجبتكم قصة زيد؟ لا تنسوا المداومة على الذكر، ويسعدنا متابعتكم والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من قصصنا الملهمة.